هنا صوت المنتدى. صوت المنتدى بث إذاعي يأتيكم يومي الأربعاء والسبت من كل أسبوع، وفي الأوقات من 8 إلى 9 مساء أيام الأربعاء، ومن 9 إلى 10 مساء أيام السبت بتوقيت إريتريا. صوت المنتدى على الموجة القصيرة 15245 كيلو هرتز أو 19 متر باند. صوت المنتدى على مدى 24 ساعة في القمر الصناعي النايلسات ب8 درجات غربا، وعلى تردد 11678 للاستقطاب الرأسي. صوت المنتدى علم مستقل وحوار وطني بناء. صوت المنتدى. مستمعي ومستمعات صوت المنتدى، السلام عليكم ورحمة الله. نستهل ساعة يوم الأربعاء 27 من مايو كالمعتاد بنشرة للأخبار، ثم قراءة للتصريح الصحفي لمنتدى الحوار الوطني الإريتري الصادر عقب انتهاء اجتماع المنتدى بنيروبي. يلي ذلك لقاء المنتدى مع الأستاذ حامد ضرار. وقتا طيبا ومفيدا مع فقرات هذه الساعة.
صوت المنتدى. في نشرة أخبار اليوم: تكوين مجلس استشاري للمنتدى. سلطات الاستبداد تعتقل 75 طالبا من كلية ماي نفي. إلى تفاصيل النشرة. عقد منتدى الحوار الوطني الإريتري اجتماعا في 6 و17 من مايو الجاري بالعاصمة الكينية نيروبي بهدف تعزيز وتقوية نضالات التغيير الديمقراطي في إريتريا. هذا وقد اختار الاجتماع مجلسا استشاريا من 27 عضوا لتولي المهام الاستشارية إلى جانب قيادة المنتدى. كما استمع المجتمعون لتقارير أنشطة المنتدى وتدارسوا عوامل الضعف والقوة في الأعمال المنجزة وتفعيل الإيجابي منها وتجنب عوامل الإخفاق في مسار العمل النضالي. كما اختتم الاجتماع بسياقة توصيات هامة تخدم نضالات التغيير المنشود. واعتبر مراقبون للشأن الإريتري أن التئام هذا الاجتماع ومخرجاته يعد إسهاما هاما لصالح النضالات الإريترية الساعية إلى تقصير أمد الدكتاتورية بإريتريا والتعجيل بتحقيق حلم شهداء الاستقلال والمحافظة على السيادة الوطنية. هذا وسنذيع عقب نشرة الأخبار التصريح الصحفي لمنتدى الحوار الوطني الإريتري الذي صدر بعد انتهاء أعمال الاجتماع. شهدت احتفالات ذكرى الاستقلال لهذا العام امتعاضا شعبيا ملحوظا ومسموعا تجلى في شكواهم من الإجراءات الإدارية للحكومة، حيث طلب من الجماهير في العديد من المديريات المشاركة بأعمال الاحتفال. فالنساء في أحياء أبا شاول والزرزرات بأسمرة أجبرن على الحضور والعمل في الإعداد للاحتفال، وقد تم ملاحقة الكثيرات منهن برسائل تحذير واستدعاء بالحضور لإدارة الأحياء لامتناعهن عن المشاركة. كما عبر الرجال عن رفضهم وطالبوا أن تدفع لهم مبالغ مالية مقابل الأعمال التي كلفوا بها. هذا وشهد احتفال هذا العام تعبيرا شعبيا رافضا بشكل صريح في العديد من الأحياء لتدابير سلطات الاستبداد. وبالتوازي مع ذلك عملت حكومة الطاغية على توسيع وزيادة الدوريات الأمنية وحملات التجنيد في عملية تستهدف إلى بث الذعر في أوساط الشعب. كما قامت السلطات يوم الأحد الماضي في مدينة أسمرة بإغلاق الطريق من شركة كوكا إلى مخرج كرن، وشاركت الوحدات الخاصة لدمحيت في حماية مقر الاحتفال المركزي، حيث كانوا يرتدون زي الشرطة الإريترية. وعلى صعيد ذي صلة بمعاناة الإنسان الإريتري، أعدت بالسودان مسودة قرار تمنع اللاجئين من العمل بسيارات مسجلة كملكية خاصة، وأن هذه المسودة ستناقش من قبل البرلمان السوداني بهدف المصادقة عليها، وتحتوي على جملة من مشاريع قرارات. ولن يسمح مشروع القرار للاجئ بالعمل في المواصلات والمحلات إلا تحت وكيل سوداني، وأن كل الرخص الخاصة المسجلة باسم الأجانب ستسحب منهم. كما لا يسمح لأي لاجئ بالعمل ما لم يحمل تعريف رسمي من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين. هذا وقد أشارت المعلومات بأن مكتب مفوضية اللاجئين سيبدأ من شهر يونيو المقبل في تسجيل طلبات اللجوء والحماية والنظر في طلب اللجوء المقدم من اللاجئ، ومن ثم يمكن أن يقبل طلبه ويجد إمكانية التوطين في بلد ثالث أو يرفض. وقد أوضحت التجارب السابقة أن أجواء الفساد التي تستشري في أقسام هذا المكتب لم تسمح من قبل بمساعدة اللاجئين، مما جعلهم يضطرون للمخاطرة في الصحراء والبحر عبر ليبيا. وعلى صعيد غير منفصل عن المصاعب التي يواجهها اللاجئ الإريتري، تجري بالخرطوم حملات في مناطق تواجدهم، وهي تدابير يبتدعها بعض ضباط الأمن السوداني بهدف الاستفادة منها ماليا، حيث يجبر من يعتقل في الحملة على استخراج بطاقة بمبلغ 80 جنيه، وهي بطاقة لا تفيد في المعاملات الرسمية، ولكنها إجراء يتم من خلاله تجميع بعض الأموال للأفراد الذين قاموا به. أفادت مصادر المنتدى بمدينة كرن بأن السلطات قد أطلقت سراح 22 مواطنا في 25 من مايو بعد أن قضوا 5 سنوات رهن الاعتقال، حيث أجبروا على التوقيع على تعهد وإنذار.
هذا وقد رفض 3 آخرون التوقيع بحجة أن اعتقالهم وتعذيبهم ل5 سنوات لم يكن عادلا، حيث لم يفكروا ولم يحاولوا الهروب، وأن ما تم بحقهم هو ظلم وتعسف، وتمت إعادتهم للمعتقل على خلفية رفضهم التوقيع. وتشير الأنباء الواردة من هناك إلى أن الذين تم إطلاق سراحهم قد شارفوا على الموت جراء التعذيب الجسدي والنفسي والإهمال الصحي والغذائي، فقد أفرج عنهم بعد أن ضعفت وتهالكت أجسادهم من الأمراض الخطيرة كالدرن الرئوي وصعوبة النظر والعمى. وفي السياق ذاته أطلق سراح 65 شابا و6 فتيات من مدينة عصب بعد أن قضوا 4 أعوام في المعتقل، وكانوا قد اعتقلوا بتهمة التفكير في الهروب خارج إريتريا. هذا وقد جرت العادة أن يعتقل النظام الحاكم الكثير من المواطنين تحت هواجس الشكوك بنيتهم في الهروب، ومن ثم يرمي بهم لسنوات في حاويات تحت سياط التعذيب حتى يصابوا بالأمراض أو يموت بعضهم. اعتقلت السلطات النظام الحاكم في 25 من مايو الجاري 75 طالبا من كلية ماينفحي بذريعة عدم مشاركتهم في العروض التي كان من المفترض أن تقدمها كليتهم في أعياد الاستقلال. واعتبرت السلطات تغيبهم تعبيرا عن حالة رفض وتمرد. هذا وقد تم اقتياد الطلاب في مجموعات من 10 أفراد من منطقة الدراسة إلى عد أبيتو، حيث زج بهم في معتقل يعرف بإندا كيز. وتشير مصادر المنتدى أن الحكومة تستهدف من هذا الإجراء إرهاب الوسط الطلابي وكسر شوكة أشكال تعبيراته الاحتجاجية في مهدها، وأن هذه التدابير الرادعة ستشمل العديد من المديريات. انتهت النشرة. صوت المنتدى. تصريح صحفي لمنتدى الحوار الوطني الإريتري. عقد منتدى الحوار الوطني الإريتري في 16 و17 من مايو الجاري بالعاصمة الكينية نيروبي اجتماعا أنشأ فيه مجلسا استشاريا للمنتدى. هذا وقد التأم الاجتماع في وقت يمر به نضال الشعب الإريتري بمرحلة خاصة لتحقيق التغيير الديمقراطي، ويشهد تلاشي وانتهاء نظام أسمر كحكومة، وفي وقت لم يدخر النظام جهدا عبر محاولات دؤوبة لإطالة أمد حكمه من خلال مقازلته وانبطاحه للقوى الغربية المتمثلة في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية.
هذه القوى التي من فك يهاجمها ويكيل لها التهم دون ملل أو كلل، معتبرا إياها العدو الأول لإريتريا. في ظل هذه المحددات والمتغيرات انعقد الاجتماع، فنظام إسياس لكونه حكم فرد مستبد يتسم بالمزاجية الشخصية التي تعبر عن هواجسه وترعى مصالحه، لهذا نجده يتصف بالمواقف المتقلبة. فبالأمس كان المتعاون الأول مع إيران والحوثيين على مستوى إفريقيا، لنجده اليوم وبشكل حاد ينقلب إلى الضد ليصبح المقاوم الأساسي لهما والسند الأكبر للسعودية والولايات المتحدة الأمريكية، ويعمل على قدم وساق لإرسال قوات عسكرية إلى اليمن، محولا مطار عسب إلى قاعدة حربية ضد اليمن. كل هذه العربدة يهدف من خلالها نظام أسمرة المتهالك للحصول على متنفس من المقاطعة الشعبية في داخل إريتريا والعزلة الدولية بالخارج. هذه التضحيات الخانقة التي تتحكم بتلابيبه هي من صنعه بالأساس، لكونه نظام عصابة لا علاقة له بكل المعايير ذات الصلة بمواصفات أي حكومة حتى في أدنى شروط مقوماتها. جراء ذلك فقد الاحترام داخل إريتريا وخارجها، وأن حالة التخبط التي يقوم بها سوف لن تطيل أمده في الحكم، بل ستعجل دون أدنى شك من عهد طغيانه. جاء عقد اجتماع منتدى الحوار الوطني الإريتري بنيروبي لتسريع عجلة التغيير الديمقراطي ولتقوية مساهمة المنتدى في النضال الذي يخاض بهدف ضمان انتقال السلطة للشعب بصورة سلسة وبأقل الخسائر. المنتدى الوطني الإريتري، نيروبي. مدردي بدي حفظ عارفين مدردي بدي حفظ عارفين مدردي بدي حفظ عارفين. كرت اللفلو شباب عدنا، كرت اللفلو شباب عدنا، كرت اللفلو جلاب حانا، نتعفى عدنا تتلاكينا نتعمر جرادينا، نتعفى عدنا تتلاكينا نتعمر جرادينا. كرت اللفلو شباب عدنا، كرت اللفلو شباب عدنا، كرت اللفلو جلاب حانا، نتعفى عدنا تتلاكينا نتعمر جرادينا، نتعفى عدنا تتلاكينا نتعمر جرادينا. كرت اللف من أنبل منطوق بلا تبطر، كرت اللف من أنبل منطوق بلا تبطر. لو قيو الدايتو يهو نتساقم ونباسر، نقوش نقيس نتعلم وعبيل نتق والعمر، نقوش نقيس نتعلم وعبيل نتق والعمر. اقل فرح فتاينا وأبا يقل تحسر. مدردي بدي حفظ عارفين مدردي بدي حفظ عارفين
لليلة ولليلة مدردي بدي أفوت عفينا كرت اللفلو شباب عدنا كرت اللفلو شباب عدنا كرت اللفلو جلاب حانا نتعب بعدنا تتلاكينا لتعمر جرادينا نتعب بعدنا تتلاكينا لتعمر جرادينا كرت اللفلو شباب عدنا كرت اللفلو شباب عدنا كرت اللفلو جلاب حانا نتعب بعدنا تتلاكينا لتعمر جرادينا نتعب بعدنا تتلاكينا لتعمر جرادينا. أهلا ومرحبا بكم مرة أخرى مستمعي ومستمعات صوت المنتدى. أرحب وإياكم في لقاء المنتدى لهذا اليوم بمناضل إريتري بدأ نضالاته في الحركة الطلابية متدرجا في مواقع مركزية وتنفيذية بالاتحاد الوطني لطلبة وشباب إريتريا، وبعد تحرير ميناء ومدينة مصوع في العام 1990 انتدب إلى مكتب العلاقات الخارجية للجبهة الشعبية لتحرير إريتريا دائرة الشرق الأوسط، ومقرها سوريا في ذلك الوقت، حيث عمل تحت إدارة المناضل الشهيد محمد سعيد باري. وبعد تحرير كامل التراب الإريتري عين نائبا لمسؤول دائرة الشرق الأوسط بوزارة الخارجية الإريترية، وباحث في دائرة البحوث التابعة للوزارة. آخر موقع تقلده قبل انشقاقه عن النظام عام 2002 كان سكرتير أول وقائم بالأعمال في سفارة دولة إريتريا بجيبوتي. بعد خروجه مباشرة انخرط في العمل المعارض، وكان أحد مؤسسي الحزب الديمقراطي الإريتري، ومن ثم أحد مؤسسي حزب الشعب الديمقراطي الإريتري. ضيفنا هو الأستاذ حامد ضرار. أهلا ومرحبا بك أستاذ حامد. أهلا ومساء الخير أخ صلاح، وشكرا على هذه السانحة. شكرا لتواجدك معنا وقبولك هذه الدعوة أن تكون ضيفا لمستمعي صوت المنتدى. بالتأكيد لنا محاور كثيرة سنناقشها هذا المساء، ولكن رغم أن البعض لا يرى خطاب الرئيس حدثا مهما، ولكن تجاوزا دعنا نبدأ بهذا الحدث. وجده البعض ليس فيه جديدا، وجده البعض ممجوجا، وجده البعض مليء بالوعود الكاذبة وما إلى آخره من التسميات والأوصاف. كيف قرأت هذا الخطاب؟ والله خطاب الرئيس السياسي بين هلالين تابعته فعلا باهتمام بحكم طبيعة يعني اهتماماتنا وما نسعى إليه من تغيير، وأيضا لمعرفة ما في جعبة الرجل يعني. أنا بعتقد يعني لاحظت في الخطاب، إذا عايز أكون مثلا قراءة هادئة بعيدا عن الانفعالات، وجدت هذا الخطاب واضح من حيث توجيه الرسائل، شامل لجهة هذه الرسائل نفسها، مناور بحيث يتناغم مع مخاوف العالم، انتشار الإرهاب وغيره، استعداده للدخول في محاور إقليمية دولية إلى آخره. أيضا لاحظت فيه التضليل من حيث يعني محاولة الاستفادة من توجه العالم لتخفيف ضغوط قائمة على النظام نفسه، والإظهار وكأنه يعني لا زال قوي ولا زال يقول ما يقول يعني. فضلا عن ذلك ما لاحظته من حيث التوقيت، أيضا توجيه ضمن هذه المناورة الكلمة القاسية تجاه دولة جارة وهي جيبوتي. نعم. ما خلى عنه هذا الخطاب هو عدم طرح قضايا معالجاتية للهموم للمواطن اللي كان يسمع هذا الكلام يعني. بالتالي هذا الإطار العام، وبالتالي طبعا يحمل افتيات وتفاصيل يعني، زي ما لاحظت من أفغانستان لغاية العراق، لغاية المنطقة الموجودة، القرن الإفريقي، كل هذه يعني ما في منطقة الرسالة لم تشملها. وبالتالي رغم قصره 15 دقيقة 4 دقيقة وشوية، إلا أنه كان بيحمل رسائل كبيرة، وكان بالمناسبة لا يخاطب الإنسان المعني، إنما
رسائل مرسلة عبر البحار لدول ولتحالفات وقضايا خارج إريتريا نفسها. نعم، ولكن اعتدنا مثل هذه التحليلات أو القراءات التي يحاول أن يظهر فيها أنه قارئ جيد للمنطقة ومحلل، وأحيانا يتجاوز ذلك إلى محاولة تقديم نفسه بأنه متنبئ وأن تنبؤاته تصدق. فوجدت القمود يعتري يعني عندما يدين 30 عاما لمبارك ويقول أن الشعب المصري كان يحاول أن ينهض. فهل هي إدانة للنظام الحالي الذي انقلب على نظام ديمقراطي؟ أو في الواقع هي مخاطبة ضمن المناورة المطروحة بخاطب الأنظمة القائمة، الأنظمة الحالية خلال 30 سنة الماضية. بيعتقد أنه مصر كانت في حالة كبوة. نعم. والآن وهي ناهضة، وهذا حقيقة طبعا. حتى لو أخذنا مصر كدولة إقليمية محورية في المنطقة خلال فترة السادات وما أعقبه من حسن مبارك إلى آخره، كانت هناك كثير مؤشرات إنه مصر هذه العالم والدنيا كلها كانت تتراجع يعني. بالتالي يحاول يستفيد من هذا الواقع. هذا الواقع صحيح تماما يعني. الآن بغض النظر عن المسألة الإشكالات الداخلية المصرية نفسها، سواء كان من ديمقراطية وتكريس العسكرية بما نراه الآن، لكن على الأقل ما يهم هذه الأنظمة، ما يهم النظام الموجود في إريتريا، إنه فعلا الآن مصر في محاولة تتبوأ مكانتها في هذه المنطقة، وأيضا تتلاقى بشكل آخر مع ما ينظر له إسياس أو ما تنظر كثير من الدول. والله مصر تكون موجودة. بالتالي ضمن هذا الضبابية اللي قاعد تقولها هي صحيحة تماما. لكن محاولة اللعب باختلاطات تحت أوراق موجودة في المنطقة لجهات الاستفادة منها يعني. ذهبنا إلى مصر في هذا الخطاب لأنني من وجهة نظري، والبعض ربما يشاركني الكثيرين في هذا الأمر، ليس هناك جديد للداخل. ليس هناك الناس، البعض كان وهما أو حسن نية أو سميه ما شئت، كان يتوقع أن يقول شيء في الدستور، مع أنني لا أتوقع ذلك في خلال سنة. هو السنة الماضية قال هذاك الدستور مات وسنقوم بوضع مسودة لدستور جديد. لا يمكن في خلال سنة أن يعلن عن دستور. ولكن بعيدا عن الدستور ليس هناك أي انفراج، ليس هناك أي إطلاق للأسرى. ذلك ما يتوقع المرء في الحالات العادية، في الرؤساء العاديين، في الدول العادية. لم أجد شيئا داخليا. هل وجدت شيء للداخل، رسائل للداخل؟ هذا ما خلى عنه الخطاب يعني. حتى في النقاط اللي سجلتها أنا أثناء السؤال لم يطرح أي قضايا معالجتية للهموم الوطنية. صحيح. لا من بعيد لا من قريب. وما طرح أيضا من محاولة محر الفساد هو للتلاقي مع مطالب دول العالم اللي تعتبر الفساد أحد الإشكالات اللي يجب محاربتها يعني. بالتالي كل ما طرحه من حتى القضايا الداخلية نفسها، وهي تعداد خلال 24 سنة ما حصل من تحديات من كذا من كذا من كذا، هي أصلا لتمهيد لإرسال رسائل للخارج، بحيث إنه يا جماعة الخير هذا البلد وهذا المنطقة في خطر يعني، ويجب إعادة نظر فيها. بالتالي نعم زي ما قلت، ما يتعلق بقضايا الداخلية لم يطرح. قضية الدستور أيضا زي ما قلت ما كان متوقع، لكن الدستور موجود في المخبز، لا زال في مرحلة بتاعت جنينية. ربما عندما يحين الوقت على الأقل للتلاعب وإظهار هذه القضايا ربما تظهر عن قريب يعني. لكن حتى هذه اللحظة فعلا لا يوجد شيء ما يتعلق، وهذا ما خلى عنه خطاب الأمس بيوم الاستقلال. دستور لم يعلن عن من يقوم بوضع مسودته يعني. ليس هناك، لم يعلن عن لجنة ولم يعلن عن أسماء. فأي دستور سيكون؟ أي دستور، أي شكل من الدستور؟ هو طبعا هذه الإشكالية. نعم. ربما تخيل اللجنة ستكون على النحو التالي. نعم. قد تكون مثلا تخيلات، قد تكون قراءة. نعم. هذه اللجنة برئاسة المناضلة والسيدة فوزية هاري، عضوية السيد جمالي قبرآب. نعم. وأيضا 3-4 بشكل آخر لا علاقة لهم. هل هو وضع دستور أم مسود دستور؟ ولماذا؟ بالتالي موضوع الدستور موضوع شائك، موضوع حتى في خطابه في ديسمبر الفات في نهاية السنة. نعم.
سئل هذا السؤال يعني، وقال والله يا اخي الموضوع ما موضوع يهم الاخرين، ولا قضيه سريعه ولا قضيه جوهريه، الان نحن عندنا اهتمامات ثانيه، واصلا نحن المعنيين بدستورنا بقضايانا وغير يعني. فالمساله مش وهميه يعني، مش مساله يعني زي العدل لك اللجنه اللي قاعد تعمل الشغل ده يقول لك فلان وفلان وفلان، لكن ليس للدعايه الان، ليس من محور اهتماماته، وليس من محور هذا اللقاء نفسه. لكن هنا تكمن إشكالية. إذا كان بخطاب هذا الرجل، هذا الرئيس بين هلالين، هو لمخاطبة قوى ما وراء البحار تتلاقى وتتلاقى، لأنه لا يهم لا الديمقراطية ولا يهم الدستور في إريتريا، بتهمها مصالحها. وبالتالي هناك حلقة يعني التقاء بين ما يرسله من رسائل، وهو بالمناسبة يعني ما يقوله ما يحاول عن ليس من فراغ. هناك في تمهيدات، هناك في مؤشرات. نعم. بالتالي دون الخوض في كثير من القضايا هناك مقبلين على خلينا نقول تطورات نتمنى أن تكون إيجابية. إن شاء الله تكون إيجابية. نخرج لفاصل قصير ونعود. كرت لبيناها أباي من عد النفطر، كرت لبيناها أباي من عد النفطر، وكرت لبيناها عدنا قدنا حرر، ويوم يبل كرت اللف شابنا سنق المبر، ويوم يبل كرت اللف شابنا سنق المبر، وحانا بادق النزاع ولا جعد بالأغمل، أباي نو سكينا قوما توري سمع، أباي نو سكينا قوما توري سمع، كم محيا يتهدن شلح حلا وقمع، وحدة جديدة حد نقمل يا هو أباي نفرح، وحدة جديدة حد نقمل يا هو أباي نفرح. أهلا ومرحبا بكم مستمعين ومستمعات صوت المنتدى. لازلنا في لقاء المنتدى والضيف للأستاذ حامد درار. أهلا ومرحبا بك مرة أخرى. مرحبا بك المرة الثانية. تحدثنا في حلقتين عن العلاقات الخارجية للنظام، وربما أسهبنا فيها. هل هي مشكلة العلاقات الخارجية وعدم وجود سياسة ووضوح ما يجعل الدبلوماسيين أن ينشقوا بهذا الكم من النظام؟ أنا لا أعتقد إشكالية سياسة ولا إشكالية عدم وجود رؤية يعني لهذا النظام وذاك يعني، لأنه ما يخلو الأمر من وجود استراتيجية واضحة للتعامل. هذه الاستراتيجية ترضي هذا الطرف وذاك، هذا موضوع آخر يعني. هناك للنظام رؤيته واهتماماته، سواء كان في إطار المنطقة، إطار إفريقيا، إطار العالم، وبالتالي بيفتش عن ما يشبهه من اهتمامات. عدم وجود مثلا خلينا نقول إذا عايز أتكلم عن الدبلوماسيين وعن كثير من العاملين في الحقل، قطعا مش الدبلوماسيين بس هم اللي قاعد يتركوا البلد، لكن خلينا نتركز على الجانب لأنه العلاقات الخارجية مهمة. لكن باعتبار هي أصلا انعكاس لوضع داخلي، بمعنى أنه إذا كان هناك في تجذير للممارسة، هذا الشعب هؤلاء الناس يمارسوا مثلا في مؤسساتهم وعمل مؤسساتي حقيقي بتكون فيه ممارسة ديمقراطية حقيقية، وبالتالي الاستراتيجية سواء كان في العمل الداخلي أو الخارجي تكون جاية بشكل تسلسل طبيعي، قطعا الرؤية حتكون واضحة للجميع. لكن لما تكون المسألة في إطار حزبي، في إطار محدد، رغم صحتها أو خطأها، هذا جانب آخر، بتبقى من هم على علم بهذه السياسة وتطبيقاتها، بتكون هذيك المجموعة الموجودة فوق يعني، اللي هي قاعد تمارس وقاعد تحاول تطبق هذه السياسة. بالتالي كثير من الدبلوماسيين ربما لم يكن الجميع قد يكون مهام إدارية أكثر من تكون مهام سياسية. إلا ما ندر يعني، بمعنى إنه ما يحدث في الممارسة في العلاقات الدولية مع دول كثيرة قد يكون كثيرين بعيدين عنها يعني. ومن هنا تكون الطامة كبرى على يعني، لأنه أنت ما تختار يعني، ما تقول أنا أكون عمل إداري ولا دبلوماسي ولا سياسي، لا، لأنه هذه من ضمن الوزارات السيادية في أي بلد يعني، من هو مغرب، من هو كادر، من هو كذا كذا،
قد يكون هو على صلة بمعرفة هذه الأمور. بالتالي لا يمكن أن يلام مثلا كثير من الناس زي ما أقول لك، لم يكن الجميع بأن والله يا أخي وازت هذه المسألة يعني. لكن أنا عايز أقول إنه ما معناها ما في سياسة، ما في رؤية. اتفق معها تختلف مع موضوع آخر يعني. نعم. فوجود نظام إنه فيه مجموعة محددة في العلاقات الخارجية، وبالتالي مثلا تكون مربوطة خلينا نقول بهدف أو بالحزب نفسه، كويس. وبالتالي من يكون موجود في الخارجية بيكون ذو علاقة ببعض المحاور في هذا المكتب أو ذاك يعني. نعم. ما عنده علاقة بالخارجية. بالتالي هنا يكون في حالة بتاعت تكرش داخل الخارجية نفسها، وتتخلق الإشكالات والضبابية، ويجد الإنسان الموجود في العمل ده نفسه ما بين طبيعة عمله المفروض يكون في علاقات خارجية حقيقية، وبين إنه هو بينتمي لتلك المجموعة أو هذه. طيب أستاذ حامد، أنت من أوائل الناس اللي خرجوا 2002، وثم كان عدد من قيادات سابقة في الحكومة وفي الحزب وسفراء قمتم بتأسيس الحزب الديمقراطي الإريتري، ثم بعد ذلك تم الاندماج أو الوحدة مع تنظيم آخر وأخذتم اسما آخر ألا وهو حزب الشعب الديمقراطي الإريتري. في سؤال طرحناه، هل ترى لظاهرة انشقاق السفراء والكوادر الدبلوماسية من تأثيرات سلبية على حكومة أسمرة؟ الكثيرين أجابوا بأن هذا النظام لم يتأثر ولن يتأثر، فما السبب؟ يعني هذا العدد أكثر من 50 ما بين سفير وقنصل وسكرتير وقائم بالأعمال، عدد ليس بالسهل بالنسبة لدولة إريتريا وعدد سكانها والنظام وضعفه. فما السبب الذي أدى لعدم تأثير أو حدوث خلخلة في النظام بسبب هذا الكم الهائل، بسبب خروج هذا العدد الكبير؟ ترى لماذا؟ السبب في المراحل الأولى الإشكالية. نعم. اللي هي بعد مؤتمر نقفة. نعم. للحزب، وصعبت المؤتمر 87 لأنه هو مواصل للإشكالات على فكرة. نعم. مش نفس الشيء. طبعا الآن مش بنحب نصدد الرجوع لهذه القضايا، لكن أهميتها يعني. نعم. بعد 94 أو مؤتمر نقفة ولا 93 ظهرت الإشكالات نفسها، وبالتالي كثير من الوجوه اقتحمت هذا العمل الحزبي، العمل بتاع الدولة، وبدأ الآن حالة بتاعت خلينا نقول تململ داخل، لأنه حالة بتاعت التخلي عن كل ما كان متفق عليه يعني. من هنا لما حصلت يعني 97 98 بالمناسبة الإشكالية القائمة الآن لم تبدأ 98 و2000 كما يعتقد البعض. نعم. سنة 1995، وربما في وقت آخر واحد يتكلم في المسألة دي. نعم. 1995 وانت جاي منه لو بعد المؤتمر بكذا بدأ هذه الإشكالات الداخلية وحالة بتاعت الاحترام اللي شاهدناه يعني. فبعد اعتقال مجموعة ال 15 أو خلينا نسمي مجموعة ال11 اللي اعتقلوا. نعم. قبلها كان الوضع كان مهيأ تماما، وأقول بملء ألف. مهيأ لماذا؟ الوضع كان مهيأ لأنه تكون في معارضة قوية في الداخلية. بداخلية. نعم. بيطرح لأنه حتى الأخوة في مجموعة 15 نعم. لم يكونوا منشقين عن لا النظام ولا عن الجبهة ولا غيرها يعني. نعم. ضمن البيت الواحد الرأي كانت بيمشي بشكل سموثلي، بشكل يعني مرن، بشكل يعني مقبول في داخل. نعم. من كان بقول ويمكن يوم الأيام بالأسماء واحد يذكر الناس يعني الآن الموجودين مع النظام وجلدوا به. أنا أقدر أقول لك 7 ل3 كان لنا 7 من كل 10 كانوا يقبلوا الطرح بتاعت ما صرنا في مرحلة لاحقة جي 15 يعني كويس. نعم. نعم. فلما بدأت حالة بتاعت الترهيب والترقيب، الكثير من الناس للأسف نعم. خاف إن لم يتخلى عن قناعاته. القلة حتى كانوا يلتقوا كانوا داخل البلد نفسها يعني. نعم. بس في مرحلة لاحقة لما بدأت الخيارات والناس يتخلوا عن قناعاتهم السابقة ويمالئوا يعني مصالحهم الشخصية، لأنه كانت في حالة ترقيب مش عادي يعني. نعم. بمعنى إنه بتعطى يعني ما يرضيك في سبيل تكون موجود وتسقط على الواقع الموجود يعني. نعم. وبالتالي طلع في البداية نعم. يعني لم يكن كلهم يعني كانوا على دراية. والله يا أخي الأمور كان حتمشي كيف، والله يا أخي نحن خلينا نعمل حاجة، خلينا ننشط كذا. نعم. فلما الأمور فلتت نعم. وبقت الأمور جايطة بالشكل اللي شفناه،
الحالة بتاعت الانصراف، من كان على صلة من إشكالات 95 97 98 وكان عارف التفاصيل دي، ربما التحق بشكل آخر للعمل بتاعت اللي هو الله يكون جزء من المعارضة دي، كويس. أما اللي كان المرحلة اللاحقة ما لحق، ربما الناس ما لقت فرصة عشان تحاول تهيئ نفسه من الداخل، يعني والله يا حتى اطلع برا عمل شنو يعني. الخيار الأكثر تحت ناس، لأنه العمل عموما ما كان الناس مقتنعة به وما راضية في العمل الموجود بخارج البلد، يعني ما حعمل تغيير، وبالتالي الغالبية العظمى أخ صلاح اختاروا الطريق الأسهل، إنه والله يا أخي يعني أديت ما أديت وكفى الله المؤمنين شر القتال، وانصرفوا. هم صح معارضين للنظام، لكن هم غير تواقين ليدخلوا في معمعة إلى أول ما إلى آخر. هل أنت ترجع الأمر الآن لأنه أرضية المعارضة، وهذا يدخلنا إلى محور المعارضة وعلاقة الخارجين من النظام بالمعارضة، هل تحاول أن تبرر لهؤلاء الذين اختاروا الصمت والانزواء والانصراف لحياتهم الشخصية، مع أنه هذه اختياراتهم، هذه خياراتهم وقناعاتهم، هل تبرر لهم بأن الأجواء لم تكن مهيئة والمعارضة لم تكن تشجع لأن تنضوي معها إن لم نقل تحتها للعمل؟ هل هذا ما تعني؟ لا. ربما قد يكون من ضمن الإطار العام الإشكالية الكلام قاعد تقوله، لكن لكثير من الناس اللي لحق ودخلوا مثلا في عوالم وحياتهم الخاصة، كان خياراتهم خيارات فردية، لأنه الكثير منه والله يا أخي أعطينا بما فيه الكفاية. يعني الآن خلينا نلتفت لأمورنا الخاصة، اللي عايز يدرس واللي عايز الآخر، لأنه الغالبية العظمى هم كانوا داخل البلد. يعني انتظارا للاستفتاء، انتظارا لأجور ورواتب وغيره وتعيينات، كانوا في حالة بتاعت خلينا نقول حالة هلامية، حتى مستقبلهم على المستوى الشخصي، يعني لأنه الآن الدولة تحرك ومعالم الأسر ومعالم الحياة أخذت أبعاد، يعني بالتالي هناك فهم آخر، وبالتالي يا أخي إذا كان أعطي فأعطي يعني، والآن اكتفي. الجانب الآخر إنه والله يا أخي حتى من كان موجود في المعارضة للأسف الشديد ما كان مثلا على وعي ودراية، شايف إنه والله يا أخي مجيء الناس من داخل البلد والانشغال عن النظام، رغم إنه على فكرة وحتى نكر البعض، يعني إذا كان أعطى يعني لقت هذه المعارضة وهذا العامل المعارض دما وقوة ودافعية على مستوى القبول العالمي وظهور المشكلة، كان بخروج هؤلاء الناس من النظام. بمعنى أنه لو كان هؤلاء الموجودين في النظام ربما كانت هذه المعارضة، ربما أقول لا أجزم، لكن كان حتكون في مؤخرة أكثر، لأنه موضوع G50 موضوع خروج الناس عن النظام، بالتالي كان رغم هذا البعد في أهمية من بدل محاولة احتواء الناس تم طرح قضايا تعجيزية ليه؟ وبالتالي إبعاد الناس عن المعارضة. من قبل مين تم طرح قضايا تعجيزية؟ من قبل بعض المعارضة اللي يكون كلها. بمعنى أنه الآن نحن بنتابع موضة اسمها فليعتزل من كان مع النظام، تصور. ولما جينا قبل 12-13 سنة ونحن دارين كان يقول شنو والله يا أخي عشان نقبلهم يدخلوا يقولوا نعتذر عن دخولنا. اعتذر عليه. يعني بمعنى أنا أقول لك القبول وكأنها لما آخذ إذا كان النظام هناك يعتبر نفسه إنه والله السلطة ملك له، وهذه حديقة لا يمكن الوصول إليها من الآخرين. تجد بالمقابل المعارضة بتحس نفسها والله يا أخي نحن اللي فجرنا المعارضة سنة 1999، نحن اللي عملنا ونحن عملنا، وديل جاي من وين وديل لا يمكن عمل وطني معارض يمشي. فأحد المعوقات أقول لا أقدر أقول هي المعوق الأساسي، لكن هذه واجهتنا بس حزب المراطي كان يطرح مثلا والله يا اخي ما تعتذر. اعتذر شو؟ انا اليوم القيامه ما اعتذر. ليس هناك ما يدعو بالعكس تماما. اقول او حقولها من يعتذر لابونا اذا جينا عايز الامور تمشي هذا البعد، من يعتذر لبعض ممكن في وقت اخر تحدد، يعني ربما انت ولا انا بنعتذر لبعض، يعني فهذه اشكاليه. انا قصدي صحيح هذه العقليه it is a matter of crisis mentality. مساله يعني أزمة ذهنية الموجودة لدينا نحن كمعارضة كلنا. ده ما يعني إنه طلع من البلد كانوا خلاص والله يا أخي منفتحين، لا نحن برضو جينا غير مقابلين للمعارضة نفسها. هو لو وصلنا إلى فهم بأن المعارضة في حد ذاتها ليست غاية إنما وسيلة هي لتغيير هذا النظام، وإلا إذا أنت تعتز بأنك أسست المعارضة ومعارض
وأنا أعتز أيضا بفترة وجودي داخل إريتريا وخدمتي لهذا الشعب، وأعتبره وسام هذا الأمر. دون شك نعم، فلذلك هذا يقودنا لأنه بكل صراحة أريد أن أنت تطرقت إلى جوانب، ولكن كيف استقبلت القوى المعارضة القادمين من الجبهة الشعبية، وما مدى تأثيركم في إنه العمل المعارض رغم شد وجذب الحاصل فيه، لكن إيش كان تأثيركم وكيف تم استقبالكم؟ عموما إشكالية المعارضة حتى هذه اللحظة سواء كان نحن فيها ولا ما فيها، معارضة كمعارضة لا تقبل الرأي الآخر، هذه إشكالية. بمعنى أنه يعني دائما تلقاها بنظرتها التقليدية، بتلقاها أنه والله متوجسة، تلقاها أسيرة لماضي اسمه جبهة شعبية، وهذا ده في رؤوس الناس يعني. لا جبهة شعبية موجودة ولا يا أخي كلنا كنا جبهة. إن كان البعض ما جبهة شعبية، لأن كلنا نفاخر ونكابر إننا كنا جبهة تحرير يعني، كل بما فيه النظام الموجود في أسفل الآن يعني. هذا تاريخ ولا يمكن. لكن لا يمكن مثلا تكون مدخلك للأمور العمل السياسي عايز تغير وطن، أنت مش عايز تغير شيء. لا يا صلاح، لا يعقل مثلا إنه بتطلب. أنا أتذكر في بداية إنه في المعارضة يعني حتى نحن بنقول يا أخي الجيش الموجود جيشنا هو. لما أسسنا الحزب زمان، الحزب الديمقراطي زمان، سميناه الجبهة الشعبية للحزب الديمقراطي. الحزب الرسالة كانت هي منازعة النظام، إنه هذا الجيش وهذا الشعب ما عندك علاقة به وأنت غريب. والتنظيم نفسه كمان. وأنت ما التنظيم يعني حتى تاريخ الجبهة الشعبية ما تاريخك أنت يا أخي. لأنه مجموعة اللي حاكمة وليس كويس. دي طوما دي مجموعة كويس. أبيك الهجوم على الحزب لأنه سمك يا أخي. دي وسائل سياسية. عايز أنت كمعارض عايز تقوم المعارض نفسه، أنا عايز أعرض النظام ده يا أخي. الناس الموجودة ما يعرفوك أنت، بيعرفوا فلان وعلتان مجموعة كان موجود على الأقل نسبيا يشتغل فيها يعني. وخلينا نستخدم الوسائل اللي أراها الوسائل المتاحة ولا كانت إشكالية ولا زالت في العقلية يعني. دائما يا أخي أنا الآن ما جبهة شعبية يا أخي. أنا الآن كونت حزب اسمه حزب الشعب الديمقراطي الإريتري. كويس. يعني بمعنى إنه الجبهة الشعبية تاريخية. لكن لو عايز تجبر الناس يقول لا والله يا أخي أنت جبهة وأنت جبهة شعبية، يا أخي نحن نبقى في نزاعات، ندي فرصة لقوى معادية لإريتريا، للنظام المعادي لرغبات الشعب، قال ندي فرصة يعني. فهنا تكمن إشكالية يعني. المعارضة ما تقبلت، وحتى هذه اللحظة تنظر هذا الكلام قاعد تقول بس يقول والله هذا كلام بتاع الجبهة الشعبية يا أخي. كلام الراجل ده كان قالوا بالسياسة امبارح ده، لو قلت يا أخي كان واضح يعني، كان في وضوح استفيد من وضوح ده استغلوه. لا يقول لا كيف تقول له وضوح يا أخي؟ ده نظام دكتاتوري وده نظام إيش معاه. فلا يمكن الأمور بهذا الشكل. بمعنى سمي الأمور وسمياتها، أعمل بوضوح، أكتب الناس. هذه نحن كمعارضة، خلينا نقول الآن كمعارضة كلنا نفتخر إلى إنه نعمل بحيث إنه نحتضن الناس ونحاول نقوي. وهنا يكمن الضعف. رسالتنا ما قاعد تصل. نحن مش انتصارنا في أمريكا ولا في مكان ما من العالم. لا نحن خلينا نقول مثلا البوتوم لاين بتاعتنا هو إنه رسالتنا أنا وأنت قاعد نتكلم الآن، بدل ما يبقى حديث بين شخصين، يبقى هذا حديث يصل هناك يعني على الأقل الناس المعنية. إذا كلامنا وصل هناك وكان له تأثير إيجابي، في الحالة دي احنا فعلا هذا المقابل عندنا معنى. وإلا إذا عايز أقول والله عايز أكشر والله يا أخي أنا باحث وأنا مناضل وأنا سفير، أنا لا مين إنجليز ما عنده معنى بالكلام ده. صحيح. لأنه يا أخي الهدف هو ذاك البلد يعني. رسائلنا إذا كان معنيين، إذا عايز نتصارع في أماكن ثانية، عايزين نكون مجلس وطني وبرلمان في المنف وأنا عايز أكون رئيس ونائب، ما هذه الرسالة. هذه رسالة خاطئة وما حنمشي قدام. طيب نحن ربما يعني على وشك الوصول إلى نهاية هذا اللقاء، ولكن أريد قراءة لوضع معسكر المعارضة بشكل عام، المعارضة السياسية، المعارضة المدنية، جماهير، شباب، مرأة. يعني كيف تقرأ؟ هناك حالة استياء من الجماهير التي تريد التغيير إن كانت في الداخل أو الخارج. كيف وصلنا إلى هذا الأمر؟ أين نوجد الآن؟ يعني وضعنا إيش كمعارضة؟ أولا خلينا نبدأ بالإيجابي. يعني كون وجود أصوات قوية تطالب بتغيير حقيقي في البلد على اتساع هذا العالم من أقصى بقعة إلى أقصى بقعة فيه، ووجود صوت نابض بيطالب بأنه هذا الوضع الموجود في إريتريا وضع شاذ وغير طبيعي. هذه إيجابية يجب نسجلها. ووجود قوة معارضة وين ما كانت يعني، وتقول الله أنا عارض
وعايزين تغيير، على الاقل هذا المعلن يعني، انه عايزين تغيير ديمقراطي في اريتريا، ويكون في ممارسه ديمقراطيه والشعب يقول حقه. هذه ايجابيه، وده موجود في كل مكان. اما السلبيه هي في الممارسه الحقيقيه. هناك في ذهنيات اقصائيه، يعني اي عمل موجود عايز تجيب لصالحها، وكانه اللي هي المباراه بتاعت فصيل ضد فصيل اخر. جانب اخر، موضوع قضايانا الداخليه وتقويتها وتعزيزها وايجاد حلول لها، نحن بحاجه انه الناس تكون اكثر انفتاحا. يعني انا اتجاه سياسي، عندي قناعات سياسيه، لكن يجب ان اسمع الاخر ونصل الى نقطه حد ادنى حقيقي، مش مساله بتاعت تمثيل. يعني والله تعالى يا اخي نحن 20 وانتم 10، لا ما بالشكل ده. نحن بحاجه، وبالتالي عدم وجود هذه الاليه، هذه الاستعداد بتاع الروح بحيث تتقبل الاخر بما له وما عليه، وصلتنا لمأزق المعارضه بهذا الشكل. لو استمرت حتبقى اضعف واضعف، والنظام وما قاعد يفتش ويتواصل ويعمل حيكسب جولات وجولات، وبالتالي حتطول مأساة الشعب ومأساتنا نحن كمعارضه، وبالتالي حنبقى نهايه المطاف خسرانين. لانه زي ما قلت، رسالتنا الاساسيه هي احداث تغيير في البلد، مش احداث تغيير فينا نحن الموجودين برا. يعني اذا ما استطعنا نعمل تغيير معناه احنا فشلنا. اتمنى ان لا يتحقق هذه السلبيه، انه والله نفشل بادائنا، بشكوكنا، بمحاوله ممارسه يعني النظره من ابراج عاليه لقضايانا الموجوده، سواء كان في الخارج، وبالتالي خلق حاله تشكيك من الناس. يعني هذه المساله انا اعتقد مهمه، وبالتالي اتمنى تكون النظره ايجابيه. المطلوب القراءه الهادئه بعيدا عن الاسفاف الفكري. المطلوب القراءه الهادئه بعيدا عن الاسفاف الفكري. نختم بهذه الجمله المفيده جدا جدا، ونشكرك. كان معنا مستمعي الكرام الأستاذ حامد درار، السكرتير الأول والقائم بالأعمال وباحث في وزارة الخارجية الإريترية سابقا، وعضو قيادي الآن بحزب الشعب الديمقراطي الإريتري، وناشط سياسي ومدني في نفس الوقت. شكرا لك لتواجدك معنا. شكرا أخ صلاح، وأتمنى ما كنا ضيوف صغلاء على المستمعين، وأتمنى نلتقي مرة ثانية. إلى اللقاء. شكرا لك. شكرا. في نشرة أخبار اليوم: تكوين مجلس استشاري للمنتدى. سلطات الاستبداد تعتقل 75 طالبا من كلية ماينفي. إلى تفاصيل النشرة. عقد منتدى الحوار الوطني الإريتري اجتماعا في 6 و17 من مايو الجاري بالعاصمة الكينية نيروبي، بهدف تعزيز وتقوية نضالات التغيير الديمقراطي في إريتريا. هذا وقد اختار الاجتماع مجلسا استشاريا من 27 عضوا لتولي المهام الاستشارية إلى جانب قيادة المنتدى. كما استمع المجتمعون لتقارير أنشطة المنتدى، وتدارسوا عوامل الضعف والقوة في الأعمال المنجزة وتفعيل الإيجابي منها، وتجنب عوامل الإخفاق في مسار العمل النضالي. كما اختتم الاجتماع بسياقة توصيات هامة تخدم نضالات التغيير المنشود. واعتبر مراقبون للشأن الإريتري أن التئام هذا الاجتماع ومخرجاته يعد إسهاما هاما لصالح النضالات الإريترية الساعية إلى تقصير أمد الدكتاتورية بإريتريا، والتعجيل بتحقيق حلم شهداء الاستقلال والمحافظة على السيادة الوطنية. هذا وسنذيع عقب نشرة الأخبار التصريح الصحفي لمنتدى الحوار الوطني الإريتري الذي صدر بعد انتهاء أعمال الاجتماع. شهدت احتفالات ذكرى الاستقلال لهذا العام امتعاضا شعبيا ملحوظا ومسموعا تجلى في شكواهم من الإجراءات الإدارية للحكومة، حيث طلب من الجماهير في العديد من المديريات المشاركة بأعمال الاحتفال. فالنساء في أحياء أبا شاول والصرصرات بأسمرة أجبرن على الحضور والعمل في الإعداد للاحتفال، وقد تم ملاحقة الكثيرات منهن برسائل تحذير واستدعاء بالحضور لإدارة الأحياء لامتناعهن عن المشاركة.
كما عبر الرجال عن رفضهم وطالبوا أن تدفع لهم مبالغ مالية مقابل الأعمال التي كلفوا بها. هذا وشهد احتفال هذا العام تعبيرا شعبيا رافضا بشكل صريح في العديد من الأحياء لتدابير سلطات الاستبداد. وبالتوازي مع ذلك عملت حكومة الطاغية على توسيع وزيادة الدوريات الأمنية وحملات التجنيد في عملية تستهدف إلى بث الذعر في أوساط الشعب. كما قامت السلطات يوم الأحد الماضي في مدينة أسمرة بإغلاق الطريق من شركة كوكا إلى مخرج كرن، وشاركت الوحدات الخاصة لدمحيت في حماية مقر الاحتفال المركزي، حيث كانوا يرتدون زي الشرطة الإريترية. وعلى صعيد ذي صلة بمعاناة الإنسان الإريتري، أعدت بالسودان مسودة قرار تمنع اللاجئين من العمل بسيارات مسجلة كملكية خاصة، وأن هذه المسودة ستناقش من قبل البرلمان السوداني بهدف المصادقة عليها، وتحتوي على جملة من مشاريع قرارات. ولن يسمح مشروع القرار للاجئ بالعمل في المواصلات والمحلات إلا تحت وكيل سوداني، وأن كل الرخص الخاصة المسجلة باسم الأجانب ستسحب منه. كما لا يسمح لأي لاجئ بالعمل ما لم يحمل تعريف رسمي من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين. هذا وقد أشارت المعلومات بأن مكتب مفوضية اللاجئين سيبدأ من شهر يونيو المقبل في تسجيل طلبات اللجوء والحماية والنظر في طلب اللجوء المقدم من اللاجئ، ومن ثم يمكن أن يقبل طلبه ويجد إمكانية التوطين في بلد ثالث أو يرفض. وقد أوضحت التجارب السابقة أن أجواء الفساد التي تستشري في أقسام هذا المكتب لم تسمح من قبل بمساعدة اللاجئين، مما جعلهم يضطرون للمخاطرة في الصحراء والبحر عبر ليبيا. وعلى صعيد غير منفصل عن المصاعب التي يواجهها اللاجئ الإريتري، تجري بالخرطوم حملات في مناطق تواجدهم، وهي تدابير يبتدعها بعض ضباط الأمن السوداني بهدف الاستفادة منها ماليا، حيث يجبر من يعتقل في الحملة على استخراج بطاقة بمبلغ 80 جنيه، وهي بطاقة لا تفيد في المعاملات الرسمية، ولكنها إجراء يتم من خلاله تجميع بعض الأموال للأفراد الذين قاموا به. أفادت مصادر المنتدى بمدينة كرن بأن السلطات قد أطلقت سراح 22 مواطنا في 25 من مايو بعد أن قضوا 5 سنوات رهن الاعتقال، حيث أجبروا على التوقيع على تعهد وإنذار. هذا وقد رفض 3 آخرون التوقيع بحجة أن اعتقالهم وتعذيبهم ال5 سنوات لم يكن عادلا، حيث لم يفكروا ولم يحاولوا الهروب، وأن ما تم بحقهم هو ظلم وتعسف، وتمت إعادتهم للمعتقل على خلفية رفضهم التوقيع. وتشير الأنباء الواردة من هناك إلى أن الذين تم إطلاق سراحهم قد شارفوا على الموت جراء التعذيب الجسدي والنفسي والإهمال الصحي والغذائي، فقد أفرج عنهم بعد أن ضعفت وتهالكت أجسادهم من الأمراض الخطيرة كالدرن الرئوي وصعوبة النظر والعمى. وفي السياق ذاته أطلق سراح 65 شابا و6 فتيات من مدينة عصب بعد أن قضوا 4 أعوام في المعتقل، وكانوا قد اعتقلوا بتهمة التفكير في الهروب خارج إريتريا. هذا وقد جرت العادة أن يعتقل النظام الحاكم الكثير من المواطنين تحت هواجس الشكوك بنيتهم في الهروب، ومن ثم يرمي بهم لسنوات في حاويات تحت سياط التعذيب حتى يصابوا بالأمراض أو يموت بعضهم. اعتقلت سلطات النظام الحاكم في 25 من مايو الجاري 75 طالبا من كلية ماينفحي بذريعة عدم مشاركتهم في العروض التي كان من المفترض أن تقدمها كليتهم في أعياد الاستقلال. واعتبرت السلطات تغيبهم تعبيرا عن حالة رفض وتمرد. هذا وقد تم اقتياد الطلاب في مجموعات من 10 أفراد من منطقة الدراسة إلى عد أبيتو، حيث زج بهم في معتقل يعرف بإندا كيز. وتشير مصادر المنتدى أن الحكومة تستهدف من هذا الإجراء إرهاب الوسط الطلابي وكسر شوكة أشكال تعبيراته الاحتجاجية في مهدية، وأن هذه التدابير الرادعة ستشمل العديد من المديريات. صوت المنتدى. بهذا نصل إلى ختام ساعة اليوم، شاكرين حسن متابعتكم وإصغائكم. نرجو مشاركاتكم الصوتية عبر الاتصال بأرقام الإذاعة، وحتى جديد اللقاء بكم بمشيئة المولى عز وجل.
كونوا بخير وفي أمان الله.